احلى حاجه في الاكله دي انها بروتين رخيص وفي نفس الوقت سريع وطعمها حلو جدا. هنجيب بقى كبد وقوانص، تغسليها غسله محترمه كده، تنضفيها حلو قوي، تنقعيها، وبعد كده تجيبي القوانص تقطعيها قطع، وفي معلقه زيت على سمنه كده وتشوحيها. وبعد التشويح هنزود بس نص كوبايه ميه تستوي فيها، علشان طبعا القوانص بتاخد تسويه. الكبده مش بنسويها بميه خالص، لا القوانص بس، عشان كده انا قسمتهم لوحدهم، الكبد لوحدها والقوانص لوحدها. طبعا زي ما انتم شايفين انا شايله الدهون خالص عشان مبقاش فيها اي زفاره. بعد كده بقى ايه، بسيبها بهدي النار لحد ما تشرب الميه دي وتستوي، وترجع تاني تلاقي الماده الدهنيه اللي باقيه بس الزيت والسمنه. ساعتها بقى احط الكبده، اول ما الاقي خلاص الميه اتشربت تماما ومبقاش فيه ولا نقطه ميه، احط بقى الكبده واحط التوابل بتاعتي. هبقى ابهر بقى بملح وفلفل اسود، لو عندك بهارات بتحبيها، انا عندي بهارات لحمه حلوه جدا بحب احطها على اي حاجه فيها لحوم. احط كده رشه من بهارات اللحمه دي، بهارات لحمه معوف بتبقى حلوه قوي برده. وبديها بقى تشويحه، وبعد كده نحط الخضار بتاعنا بقى. انتي ممكن على فكرة تكتفي بالخطوة دي من غير خضار، وتهدي النار لحد ما تستوي تماما من غير اي خضار، وبتبقى رهيبة. بس لو عايزة تكتري اكتر بقى، تديك كمية اكتر وطعمها حلو وطعم مختلف تماما، يعني مختلفة غير ما تكون متشوحة. هتحطي بقى ايه، فلفل وثوم وبصل. وانا بعد ما حطيت بقى كترت فلفل تاني، مش عشان انا بحبه، فبحب اكتر الفلفل في الكبد القوانص. وبس بقى هنهدي عليها النار، نغطي عليها ونسيبها تستوي براحتها جدا وتتقدم مع. انا هنا صح الخطوه دي اختياري، لو انتي بتحبي تحطيه حطيه. ده دبس رمان عندي اصلا، فرحت حاطه منه ايه معلقه كبيره كده. وبس هدي النار لحد ما تستوي بقى كده، وممكن اقدمها مع رز، مع مكرونه محمره، مع عيش. انا قدمتها مع رز عشان تبقى اكله مشبعه، بس انا بصراحه بحبها اكتر حاجه بالعيش، مع طبق بطاطس محمره، وجنبها بقى ايه طبق مخلل كده ومع العيش، بتبقى تحفه بجد. فكل واحد حسب ذوقه في الاكل. بس كده زي ما انا شايفين كده رز بشعريه، وقدمتها معاه، ومعاه برضو ايه طبق برضو بطاطس محمره ومخلل، يعني انا ما نقصتش حاجه، انا زودت بس رز على الاكل عشان تبقى اكتر مشبعه. وبس كده جربوها، والف هنا مقدما على قلوبكم جميعا يا رب، وربنا يحسن ما بين ايديكم حبايبي. شكرا قوي، سلام عليكم.